خذ يدك إلى يد أخيك وانظر إلى الأفق، من طنجة إلى القويرة. نرفع راية المغرب عالية في كل جبل، في كل واد، وفي كل زاوية. فهذا ليس عيدا لمرة فقط، بل هي رسالة وحدة يسميها الملك، يحييها الشعب، ترسمها الأجيال. إنه يوم عيد الوحدة، يوم لنؤكد فيه أن مغربنا واحد، أرضه واحدة، ونفسنا واحدة. لماذا نحتفل؟ بقرار ملكي يعلن 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا يدعى يوم الوحدة، لتكون تذكرة بوحدة التراب، بقيم الشعب، بالتوجه الوطني. من طنجة إلى القويرة، ومن سفوح الجبال إلى شطر الصحراء، أرض المغرب مجموعة واحدة، حدودها تحفظها العزيمة، ووحدتها تثبتها القيم. فرصة لنجدد فيها العهد، نعبر فيها عن الانتماء، نحمل فيها المشاعل من الأجيال السابقة ونسلمها للأتباع، معا نبني مغرب الغد. إذن ارفعوا الأعلام وامشوا يدا بيد، لنجعل من هذا العيد دعوة إلى استمرار الوحدة، إلى تجدير القيم، إلى بناء مغرب يحبه الكل ويفخر به الأجيال. عيد الوحدة سعيد لكل المغاربة أينما كانوا، ولتكن مغربنا دائما واحدا قويا متحدا.